السلام عليكم. خلصت رحلتك الدراسية في ماجستير إدارة الأعمال ال MBA ومش عارف بقى تعمل إيه هي الخطوة التالية؟ أقول لك أنا يا سيدي، عندك الاختيار الأولاني. لو أنت لقيت نفسك عندك طاقة في المذاكرة والدراسة وعندك حب للبحث العلمي والكلام ده، أرشح لك إنك أنت تستمر في الدكتوراه، سواء دكتوراه مهنية أو دكتوراه أكاديمية، اللي هتسمح لك طبعا لو أنت بتحب التدريس هتسمح لك تشتغل في مجال التدريس في تخصصك في مؤسسات مختلفة. ده الأوبشن الأول. الأوبشن التاني إنك أنت تفتح مشروع خاص بيك. المفروض انك في ماجستير اداره الاعمال اتعلمت ازاي تدير بيزنس بشكل احترافي، فبالتالي لما تفتح مشروع هتقدر تتجنب اخطاء كتير من اللي الناس بتقع فيها، فبالتالي فرص نجاح مشروعك تكون اكبر. تالت حاجة انك انت تدور على اعتمادات متخصصة اكتر في مجال عملك، حاجات متعمقة اكتر، حاجات مثلا في الادارة المالية زي شهادات المدير المالي المعتمد، حاجات في الاتش ار زي شهادات السيرتيفايد اتش ار بروفيشنال، وهكذا. حاجات بتفتح لك فرص عمل في اماكن كتير جدا، اللي هي بتكون مبنية على اعتمادات من اماكن عالمية معروفة. اخر حاجة انك تزود خبراتك العملية بقى، تزود خبراتك الواقعية في شغلك من خلال تطبيق اللي انت اتعلمته في الام بي اي ده، عشان تكون مستعد للترقية في اي وقت. يكون عندنا شخص عنده الخبرة العملية من مجال شغله وعنده الخبرة العلمية اللي أخدها من ماجستير إدارة الأعمال، فبالتالي يكون عندك الفرصة أفضل من غيرك للترقية.